لكن MediaCorps.com عبد المنعم المدير الاداري السابق لنادي الزمالك والمفاجاه والتصريح الخطير جدا جدا اللي اكد فيه ان محمد ناجي جده لم يتسلم اي مبالغ ماليه في وقته يناير اللي فات اللي كان هو مسؤول اداري لنادي الزمالك، واللي قال فيه كمان ان ايصال الامانه او استلام النقديه مش جديد في نادي الزمالك، معظم اللعيبه بتمضي على ايصالات امانه. كل الناس بتتواصل معانا ونسيت موضوعنا الاساسي مين البطل ومين الوصيف. صبري مراد بيحييني، ربنا يبارك لك. انا بحب اجيب بس المصدر، يعني ده طريقي انا واسلام صادق ونهى كامل وكل فريق العمل وسناء ووفاء وريهام، حتى لما بتبقى موجوده بنحاول نقول الخبر من المصدر، المصدر هو اللي يقول مش احنا اللي نقول. احنا ممكن نعقب. احلى صباح، انا عندي معلومات مهمه جدا عن جده ومش عارف اتصل بيكم. انا راجل ده واحد يعني ربنا يبارك لك يا عم. احلى صباح بيكم لانكم فعلا احلى برنامج. بحييك وبحيي فريق العمل. الامانه اللي تحييه كمان اسلام صادق، هو اللي جاب لنا المكالمه المهمه جدا الخاصه بكابتن حسين عبد المنعم. احمد امام بعت له بيقول له انا بحييك، بحيي رئيس التحرير والنجم العفريت اسلام صادق. هو فعلا يعني جاب لنا النهارده انفراد مهم جدا. كمان اهل كفر الشيخ سعداء بمكالمه كابتن حسين. اهل كفر الشيخ كلهم كلهم يعني مش مثلا واحد ولا كلهم. وبنهنيك على صراحتك واحلى صباح يا كابتن سيد. انا جابر الصعيدي. افهم الراجل بيقول لك انه ممكن اللاعب يوقع على 3 أو 5 مليون على الورق. اتمنى ان الزمالك برجال المحترمين يكشفوا الحقيقه للجماهير. تمام. سمنود دي غربيه، يعني الراجل بيشتمنا بس سمنود ما احنا قلنا انها يعني قبل المنصوره على طول. يعني انا جا في دماغي سنوز. جا في دماغي فيوم. دي سنوز دي انا بعتذر. جا في دماغي سمنود والمنصوره الاثنين غربيه. اخبارك كلها جميله يا ابو السيد. لو موضوع جده احلى صباح عليك. عبد السلام المنسي. اخيرا ظهر الحق وشهد شاهد من اهلها. عايز اقول ان الزمالك بقى يسكتوا بعد موضوع حسين عبد المنعم. لا، من حق الزمالك ان هو لو له حق يرد طبعا. طبعا ما فيش كلام. حد بعد بيقول هشام بيقول اكيد رجل اعمال دفع كاش. برضه راي وجهه نظر. كفايه سم في العسل وانا زملكاوي. ده اشرف يا سيد. انت مش قانوني لو عايز تعرف تكلمني. انا مش قانوني فعلا. ما انا قلت كده. انا قلت له انا مش قانوني، لكن كنت عايز افهم ايه الهدف من ان اي نادي في مصر، ما بقالش نادي معين، يعني ايه الهدف ان انا مضي واحد على ايصال امانه على بياض او من غير او مكتوب فيه ارقام؟ ايه الهدف؟ يعني انت العلاقه اللي ما بين لاعب الكره والنادي هي عقود. ايه الهدف من ايصالات الامانه؟ في حد بعد بيقول بيقول لك تسمع عن حاجه اسمها الوفاء بالعهود. يا ريت كلنا يبقى فيه، يعني كل الناس تفي بعهودها. ده مش هيحصل اي مشاكل. اوفوا بالعقود يعني خلاص. لازم كل الناس عارفه كده. لكن هي المشكله أصلاً عندنا في التطبيق على فكره. يعني المشكله عندنا في اي حاجه في الحياه هو التطبيق. طبق يعني قبل او في مقوله كده بتقول لك ايه؟ فعل رجل تمام يأثر في 1000 رجل. تمام. و1000 رجل لا يأثرون في رجل. يعني بمعنى ان انا لو 1000 راجل كلمني تمام ممكن ما يأثروش فيا، لكن فعل واحد بس لواحد، فعل حقيقي قدام عينيا ممكن يأثر في 1000 راجل. واحد مش عاجبه المكالمه بتاعت كابتن حسين عبد المنعم وبيقول ده راجل مدسوس وراجل مش امين. هو الراجل قال انا لو حتى لما سالته هنا وسالته سؤالين يعني في منتهى الاهميه، قلت له لو تعرضت لضغوط، قال لي ضغوط دي يعني ايه؟ انا راجل اساسا مهندس بترول ومش عايز وانا اللي اتقدمت باستقاله لنادي الزمالك، لكن انا صعب عليا على حد قوله صعب عليا جده ومرمطه جده. ده قال كده مرمطه جده، وانا متاكد انه ما خدش فلوس لان انا كنت موجود في الفتره ديت. وقال كمان ان انا لو استدعيت للشهاده اكيد هشهد. وقال كمان ان صلاه MediaCorps.com على فكره في SMS جاي لاسلام صادق. حد بعد بيقول له يا اسلام يا ريت تكونوا محايدين وتحاولوا تدخلوا مطبخ خطف الاهلي زي ما دخلتوا كواليس الزمالك. محمد المحلاوي، اخبار عماد متعب ايه؟ احنا قلنا بعض الاخبار لعماد متعب. عماد متعب في النهايه موجود في مصر لحد دلوقتي، ما سافرش لبلجيكا. انتوا عارفين كلكم طبعا ان هو تعاقد مع نادي ستاندر ليجي البلجيكي. الحكايه هتخلص عليه الله اعلم. سيد معاه بطاقة شخصية وبيصرف معاشه. نوال عندها شهادة ميلاد وبتصرف تمويلها. سعاد بالبطاقة الشخصية رجلوا يشغلوها في المشغل. فتحية بالبطاقة دخلت محو الأمية وبتذاكر لابنها. محروس طلع باسبور وهيسافر الحج. منى بشهادة الميلاد بتروح المدرسة وبتقرأ لأبوها الروشتة. كل دول علشان عندهم شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية قدروا ياخدوا حقهم. بورقك هتاخد حقك. مع تحيات وزارة الدولة للأسرة والسكان.
أحلى صباح، أحلى بداية لأجمل يوم. اقول لكم كمان ان منتخبنا الاولمبي بطل بطوله دوليه للمنتخبات الاولمبيه بعد فوزه على المنتخب المغرب. الف مبروك لكابتن هاني رمزي وكابتن طارق السعيد وكل المجموعه، مبروك عليهم فوزهم، ويا رب يكون استعداد جيد للمنتخب الاولمبي باذن الله ويحقق اهدافه في المرحله اللي جايه باذن الله. كل لعيبه المنتخب الاولمبي او 95% منهم بيلعبوا في انديتهم على مشاركات اساسيه، وان شاء الله ده يدي اضافه للمنتخب الاولمبي. اذكركم بمباريات اليوم مره ثانيه. حرس الحدود والزمالك الساعه 7:15 على استاد الماكس، وادي دجله والمقاولين العرب الساعه 7:15 على استاد الجبل الاخضر، والانتاج الحربي وسموحه الساعه 9:30. بعد الفاصل اللي جاي نتكلم شويه بقى فني عن المباريات الثلاثه. مكملين إلى 10:30 وفي كل ثانية معانا جديد. قاعد في ساعتك ليه بتبص؟ وياك ومش هنروح لبعيد. مكملين إلى 10:30 وفي كل ثانية معانا جديد. قاعد في ساعتك ليه بتبص؟ وياك ومش هنروح لبعيد. من بدري طلعت أجمل شمس وخلاص بقينا أحلى صباح. الفرق ويانا بيتحس والدنيا أحلى صباح. أحلى صباح، أحلى بداية لأجمل يوم. ثلاث مباريات: حرس الحدود والزمالك، وادي دجله والمقاولين العرب، الانتاج الحربي وسموحه. قبل ما نتكلم فيهم فني اخد جزء اخير او يمكن يبقى قبل الاخير من الرسائل، عشان كميه الرسائل كتير جدا جدا والناس يعني من حقها علينا ان احنا نقرا بعض الرسائل. حسين عبد المنعم ده يتعمل له تمثال يسموه الشرف والامانه. شكرا لهذا الرجل الذي ارتفع عنده الشرف فوق الانتماء، قال الحق ولو كان على رقبته رغم كل اللي بيحصل ده. يوسف سيد الكلام اللي قاله المدير الاداري السابق اليوم يتماشى مع واقع الاحداث وكل منطق، بس انا خايف على اللي بيحصل في اللي جاي. حسبي الله، انا كنت بحبك يا اسلام والله. يا كابتن سيد اللعيبه ما تمضيش على بياض تاني، وانا معاك وقلت كده مره تانية وثالثه. بعد الفاصل ناخد بقى حاجه من نادي الزمالك او تليفون مهم جدا خاص طبعا مسؤول من نادي الزمالك.